تمام، بما اننا وصلنا 10000 مشترك فانا كنت عايز اعمل حاجه بالمناسبه دي، حاجه كده جديده، حاجه ولا اي حد عملها قبل كده، حاجه عمر ما حد فكر في فيديو اسئله المتابعين. المهم فنزلت لكم بوست في الكوميونتي بتاعت القناه بقول لكم تحطوا لي فيه اي سؤال عايزين نجاوب عليه في الفيديو ده بين قوسين ما عدا الاسئله الشخصيه زي اسمك وسنك. المهم اول سؤال معانا من سمبوسه بيقول لي ايه اسمك، عندك كام سنه؟ اول سؤال معانا من نابليون EXE. 1. هل بتطلع الان؟ 2. هل انت بتعرف ماينكرافت؟ ايه ماينكرافت دي نوع اكله جديده ولا ايه؟ 3. هل انت بتحب شغلتك يوتيوبر مش مجبور بيها يعني؟ لا ابدا، طبعا بحب ابقى يوتيوبر مش مجبور بيها. عندنا السؤال التاني من مندو، تتابع انمي؟ السؤال ده غلط يا مندو، السؤال ده صيغته غلط، مش تتابع انمي، السؤال المفروض ايه الانمي اللي انت ما تابعته؟ مصطفى بيقول ايه هي لعبتك المفضله؟ لعبتي المفضله والله شوف، هو انا مش يعني ما عنديش لعبه اللي هو انا قررت خلاص ان هي دي لعبتي المفضله، لا ما اظنش، بس يعني الالعاب اللي هي يعني انا حبيتها جدا لما جربتها لوحدي. عندك اندرتيل من اعظم القصص اللي شفتها في حياتي في الالعاب، وعندك ليتل نايت ميرز دي برضو كانت لعبه الجيم بلاي بتاعها كيوت كده ولطيف، والقصه بتاعتها فيها كده ايستر ايجز وثيوريز وحاجات كده لطيفه بصراحه. وايش اكتر لعبه تكرهها مع اني لسه بلعبها بس برضو بكرهها؟ وهي ليج اوف ليجندز، بكرهها وهفضل اكرهها وبس برضو بلعبها، معرفش ليه، ممكن بسبب ان اغلب صحابي بيلعبوها لسبب ما. السؤال اللي بعده بيقول هل انت بتكزر المياو ليفا علشان هي مياو ليفا ولا انت اوفيس علشان انت بتكزر المياو ليفا؟ السؤال اللي بعده انا ليه بحب اتفرج عليك؟ عشان ذوقك راقي. الرسيم بيقول ايه شعورك بعد ما قلت في البوست مش عايز اسئله شخصيه وبرضه اتسالت اسئله شخصيه؟ والله يا استاذ حنفي مش مبسوط. عندنا جوست بيقول اولا مبروك على 10000، الله يبارك فيك يا سيدي، عندي ليك سؤال مهم جدا جدا وفي غايه الاهميه، بتحط كام معلقه سكر على الشاي بلبن؟ معلقه ونص واوقات 2. لا انا ما عنديش سؤال بس عايز اطلع في الفيديو. يا لهوي من عيني من عيني، اي حد مش هيحط سؤال اسمه كده هينور الفيديو زيك بالظبط. ايه هو اكتر انمي انت بتحبه؟ بلا منازع اتاك اون تايتن، من افضل القصص اذا ما كانتش افضل قصه انمي شفتها في حياتي. انا عارف دلوقتي ان في 100,000 واحد هينزلوا يكتبوا لي تحت ون بيس عمك، بس برضو انا على رايي اتاك اون تايتن من افضل ما صنعه التاريخ. ايه اول انمي شفته دخلك عالم الانمي؟ شوف هو وانا صغير ما كانش عندي مصطلح انمي ده اصلا، كان اي حاجه بشوفها على سبيس تون كرتون، دراجون بول كرتون، ون بيس كرتون، بس لا فعلا اول انمي انا اتفرجت عليه وحببني فعلا في الانمي جدا هو ديجيمون ادفنتشر او بين قوسين ابطال الديجيتال. الانمي ده من افضل الحاجات اللي انا اتفرجت عليها، عندي معاه كميه نوستالجيا لا توصف. وواحده من احلامي التافهه وانا صغير هي ان انا كنت عايز اركب صنديد اللي هو الديناصور البرتقاني اللي في الانمي ده، حسيت قد ايه كده شكلي هيكون كول وانا رايح المدرسه وانا راكب ديناصور. سكايرو بيقول ايه هو الهدف اللي يخليك تكون يوتيوبر وتكمل في صناعه المحتوى؟ فلوس. والله هو مش هدف، هو اللي مخليني ان انا اكمل في ان انا اكون يوتيوبر وصانع محتوى عامه ان انا فعلا حابب المجال ده وبستمتع وانا بقدم فيه. فلوس. ايه هو نوع المايك بتاعك؟ مايك سماعه راندوم جدا، مش فاكر اسمها هانتر سبايدر تقريبا او حاجه شبه كده، اسم راندوم كده غريب. جبت فكره شكل الشخصيه منين؟ شكل الشخصيه انا مستوحي الوانها من شخصيه زينيتسو من انمي ديمون سلاير، بعيدا عن دي يعني الواني المفضله اللون الاورنج عامه، والشحنات اللي هي الكهربيه اللي طالعه من راسه دي انا مش فاكر كنت جبتها منين بالظبط، بس هي كانت بتفكرني بشخصيه كنت بحبها برضو في انمي بلاك كلوفر اللي هو كان اسمه اللاك او حاجه شبه كده، كان عنده برضو حاجه بتطلع له كهرباء من راسه وشكلها كول. ادي نصايح للي عاوز يكون يوتيوبر زي كده مثلا. والله يا ابني هو انا مش الشخص المناسب اني ادي نصايح عشان انا لسه يعتبر مبتدئ وباخد نصايح لحد دلوقتي، بس لو في نصيحه واحده انا عارف ان هي دي نصيحه هتشتغل دايما، اعمل اللي بتحبه وما تتصنعش شخصيتك. اسماء بتقول ليه مش عايز تقول اسمك الحقيقي؟ هو ان انا مش عايز اقول اسمي هو مش اللي هو عشان سر او كده، لا هو خالص نهائيا، بس هو السبب ان بيكون في ناس يعني هتفضل تناديني باسمي الحقيقي وانا عاوز افضل اتنادى باوفيس عادي عشان الاسم عاجبني. ليش تقتل مياو دايما في ريبو؟
رزالة، هل تحس شخصية الفيديو بحاجتك تمثلك بالواقع كشخصية؟ لا، انا في السوشيال ميديا بطلع شخصيتي الحقيقية بالفعل، اما في الحقيقة بكون عبارة عن شخص متوحد. هل ممكن تعمل اي فعاليات مع المتابعين مثلا بس نلعب وكده؟ والله انا نفسي فعلا ان انا اعمل حاجة شبه كده، بس للأسف انترنت وي اللعنه اللي بتواجه اغلب المصريين هي اللي جايبانا ورا. النت بتاعي ما اقدرش اعمل عليه بثوث مباشره للاسف، بس لو في يوم من الايام الحظ حالفنا بطريقه ما وانترنت وي لعنته اتحلت، فانا هكون مبسوط جدا ان انا ابدا استريمات بصراحه. بدر بيقول ايش هدف القناه؟ هدف القناه يا بدر هو نشر الثقافه والعلم والمعرفه وجعل العالم مكان افضل. ايه كان هدفك قبل ما تصبح يوتيوبر؟ اني اصبح يوتيوبر. سعدي بيقول هل ممكن تنزل العاب رعب تانية غير ريبو؟ طب ودي كمان ودي دول مش عاجبينك؟ دول مش عاجبينك يا سعد؟ محمد بيقول مين اكتر يوتيوبر انت بتحبه؟ والله يا محمد هو اليوتيوب ده بالنسبه لي عباره عن منصه بخشها كده لو انا معايا اكل تمام وعايز اتفرج على حاجه ومش لاقي حاجه اتفرج عليها، خلصت كل انميات الكوكب مثلا، فبخش ادور لي على فيديو راندوم اتفرج عليه لحد ما اخلص اكل، بعدها بقى في اليوتيوب تاني. زائد مين شجعك انك تعمل قناه؟ يا محمد السؤال ده جارح جدا. محدش شجعني ولا اي حد من صحابي وقف معايا، محدش قال لي هتنجح، محدش حاول يساعدني نهائي. اوكي فعلا اللي شجعوني ان انا افتح قناه يوتيوب هم مهام ومياو تمام، اديكم الفضل اهو يا جماعه يلا ولا تزعلوا نفسكم. كانوا بيقولوا لي ليه ما تجربش تفتح قناه يوتيوب، وبصراحه اقتنعت ففتحت قناه. ليه مش عايز تعمل فيس ريفيل؟ مزاجي مش سامح لي. كيف اتعرفت على مياولي؟ والله يا محمد هو انا مش فاكر بالظبط، بس يعني اللي انا فاكره ان انا كنت قاعد في يوم عشوائي تمام، ما بعملش اي حاجه في حياتي كالعاده، عمال بقلب في ريلز انستجرام، فجاه لقيت واحده غريبه كده عماله بتتكلم وبتقول فتحنا سيرفر ماينكرافت وبتاع، فدخلت على سيرفر ديسكورد علشان اخش منه سيرفر ماينكرافت بس. وبعد ما دخلت سيرفر ديسكورد مش فاكر اي حاجه تانية، انا دخلت السيرفر بعدها عملت سبون في حياتي كده بلا اي سبب بلا اي مقدمات. كيف اتعرفت على مهم؟ برضه نفس الحاجه بالظبط، نفس سيرفر الديسكورد، نفس تقريبا دخلنا مكالمه كانوا قاعدين في ستريم او حاجه شبه كده، بعدها عمل سبون في حياتي. كلهم بيعملوا سبون في حياتي بدون اي استئذان كده، قله ادب والله. 4 ايه هو سبب الصراعات المتواصله بينك وما بين مياولي؟ والله يا محمد الاجابه هي ان هل تعلم ما هي فوائد الشاي باللبن ولا بتشربه عشان حلو؟ عشان حلو زائد الروقان. انت ليه اوفيس ما لعبتش ال3 اجزاء من بوبي بلاي تايم؟ بوبي بلاي تايم الجزء الاول والثاني والثالث انا خلصتهم لوحدي، قلت كده برضو في اول فيديو من بوبي بلاي تايم. اول 3 اجزاء كنت لعبتهم لوحدي قبل ما افتح القناه، لما فتحت القناه كان نزل الجزء الرابع، عشان كده نزلت عنه سلسله. ليه ما تنزل كل يوم او كل يومين فيديو؟ علشان المونتاج بيطول، زائد ان انا كسول شويه. كينج جيمر بيقول ما اسم قناتك؟ الرسيم. عبد الرحمن حاتم بيقول ممكن سمبوسه؟ خد سمبوسه. باتر فلاي بتقول ايه اكتر العاب بتحبها يا بيه؟ بحب اندرتيل وليتل نايت ميرز. ونفسك تلعبها تاني يا بيه؟ ايوه ليه لا؟ وامتى هتسيب مياو يا بيه تكمل اللعبه للاخر يا بيه؟ لا. هتعمل ايه لما توصل 30,000 مشترك؟ فيديو اسئله بارتي 3. عشان لما نكون وصلنا 100,000 نكون عملنا 10 فيديوهات اسئله. عيد ميلادك امتى؟ شهر 12 يوم 12. هو لسه بدري عليه بس اللي عايز يبعت هدايا يعني عادي براحتك جدا، بنقبل هدايا 24 ساعه. هل مياوليفا اذكى منك؟ ما اظنش. ماشي. السؤال الاخير من مياوليفا بتقول سؤال مهم جدا ويا ريت تجاوب عليه بكل صراحه، هل انت بتقدر المياوليفا عشان هي اذكى منك؟ ماشي انا هجاوب على السؤال ده يا جماعه. هل انا فعلا بضايق مياو علشان هي اذكى مني او احسن مني؟ الاجابه بكل بساطه يا جماعه هي ان